انت عارف كاميرا الموبايل اللي في ايدك بتصور بيها؟ الراجل ده هو اللي ادخل الكاميرات داخل الهواتف. طيب انت عارف البلاي ستيشن او لعبت بلاي ستيشن قبل كده؟ الراجل ده هو اللي طور بلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3. طيب انت فاكر الموبايل الزماني ابو اريال؟ الراجل ده برضه هو اللي خلصنا منه وصغر حجم الهواتف. طيب عارف شريحة المكالمات الخط اللي في موبايلك دلوقتي؟ الراجل ده برضه هو اللي اخرجها بالحجم المستخدم حاليا في الهواتف. الراجل ده حصل على اكتر من 1500 براءة اختراع. متخيل العدد؟ اتحط اسمه في قائمة أهم 100 مخترع في القرن العشرين، وملقب في الأوساط العلمية بالعربي الأكثر اختراعا على مستوى العالم. هو اللي صمم أصغر نسخة للمصحف الشريف، وله أكثر من 100 ورقة بحثية استعانت بها أكبر شركات الهواتف في العالم. ده سيد الفاضل العالم الجزائري بالقاسم حبة. أما ده بقى فهو العالم الجزائري برضه إلياس زرهون، هو اللي اخترع أدق جهاز تصوير إشعاعي في العالم اللي بيستخدم حاليا في كل المستشفيات ومراكز الأشعة. له 157 ورقة بحثية معتمدة، وحصل على 8 براءات اختراع في التصوير الإشعاعي أنقذ وينقذ بها أرواح الملايين سنويا. ده بقى واحد اسمه بشير حليمي، عالم جزائري برضه، هو اللي أدخل اللغة العربية للموبايل اللي في إيدك وللكمبيوتر والحواسيب عشان تعرف تستخدمه. دول يا محترم أبناء الجزائر وعلماء العالم، عشان كده بيقولوا إن العالم